السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توج النجم الشاب كيليان إمبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب فرنسي لموسم من 2022 إلى 2023 والتي تمنحها اتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا. تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أقيم مساء الأحد وحضره عدد كبير من نجوم كرة القدم بما في ذلك المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب. حضر كيليان إمبابي الحفل وتسلم الجائزة في حين غاب ليونيل ميسي بسبب وجوده في حفل غنائي في برشلونة. تلقى إمبابي هذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي، مستمر في تفوقه في بطولة الدوري الفرنسي. قدم ديدييه ديشامب الجائزة لكيليان إمبابي وسط تصفيق حر من الحضور. وفي كلمته خلال الحفل قدم إمبابي تحية الريكو وأشار إلى أهمية الفريق والمدير الرياضي الذي تعرض لفقدان مأساوي. وأضاف إمبابي: أود أن أهنئ فريق لانس على الموسم الرائع الذي قدموه، وأشكر جوناثان ديفيد وليونيل ميسي اللذين ساعداني كثيرا. إنه لشرف كبير أن ألعب في باريس سان جيرمان، وأود أن أشكر الموظفين وجميع من ساهم في نجاحنا. إن هذا الرقم القياسي يسعدني، ولطالما رغبت في أن أترك بصمتي في تاريخ هذه البطولة. وختم إمبابي كلمته قائلا: أنا سعيد جدا وسأكون هناك العام المقبل. يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي من 2022 إلى 2023 قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة. وقد سجل ميسي هدفا للفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل من 1-1 مع ستراسبورغ، حيث قدم إمبابي تمريرة له ليحرز الهدف الوحيد لفريقه في المباراة. بفوز باريس سان جيرمان باللقب لهذا الموسم، أصبح لديهم الآن 11 لقبا للدوري الفرنسي، متفوقين على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة فريق سيت إتيان ب10 ألقاب. نشكركم على حسن المتابعة، نرجو منكم الدعم والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومتابعة موقعنا أحمد الشريف.com للمزيد من الأخبار الرياضية.